السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. في الفيديو ده هوريكي تقريبا من 5 ل6 لفات حجاب جمال جدا، ينفعوا كاجوال سواري، ينفعوا للمدرسه والخروج والكليه، ينفعوا يوميه كمان. ال6 أو ال5 لفات دول سهلين كلهم تقريبا هيعتمدوا على بندانه سوري وطرحه عاديه خالص، تنفع على اي نوع طرحه. انا استخدمت شيفون او شيفون طري، يعني شيفون طري شويه. انت تقدري تستخدمي بقى اي نوع طرحه، كل طرحه حرفيا بنوع معين بتديكي شكل جديد خالص. اللفات كلها سهله ان شاء الله، وفي لفات هتبقى بدبوس وفي لفات من غير دبوس. واهم حاجه في اللفات دي ان هي هتبقى مداريه شعرك خالص، وهتخليكي واحده زي مثلا انا كنت ببين شعري وحبيت اداريه شويه، فكان بالنسبه لي موضوع متعب لان انا متعوده على لفه طرحه معينه، فان انا اغيرها لفه تانية وما كنتش عارفه شكل وشي هيبقى عامل ازاي. فاخترت اللفات دي ان انا اعملها وانزل بيها، وكمان قلت ان انا افكه لو حد عايز يداري شعره وعايز لفه طرح تليق مع وشه، يبقى الفيديو ده ليكي بالذات. كملي معايا الفيديو. بس قبل ما نبدا تنسيش دلوقتي تنزلي تعملي سبسكرايب حلو زي كده في القناه، تعملي لي لايك وتقولي لي اللفات عجبتك ولا لا، وتروحي كده جوله سريعه في القناه عندي، هتلاقي فيديوهات اكيد هتعجبك. طبعا احنا عارفين ان كلنا بيجي علينا وقت وبنغلط وبنبين شعرنا من الطرحه وبنبقى عايزين بقى نرجعه ونداريه خالص، ولكن احنا بنبقى متعودين على شكل معين لوشنا واي لفه تانية ما بتبقاش عجبانا. في الفيديو ده هوريكي 3 لفات للحجاب تقدري تعمليهم سهلين خالص وهيداروا شعرك وهيبقوا كمان شكلهم حلو جدا. اول لفه من اللفات هي لفه هنحتاج فيها اي بندانه، تبقى بندانه سوري، تبقى سوري مفتوحه او مقفوله براحتك زي اللي انا لابساها. انا لابسه السودا اللي هي نفس دي بالظبط، اللي هي بتبقى مفتوحه من فوق ومفتوحه كمان من تحت. في بيبقوا يعني من تحت بيبقوا بصوا دي مفتوحه، تقدري انتي تلبسي المقفوله عادي براحتك، بس انا اقصد ان هي نفس الفكره، بتبقى طريه خالص كده وبتبقى مفتوحه او مقفوله، واسمها بندانه سوري. هنلبسوها زي ما انا لابساها كده. تعالي اوريكي ازاي هنلف الطرحه. اول حاجه اي طرحه عندنا هنخليها نص صغير ونص طويل. بصوا اهي انا خليت النص القصير اهو، ان انا احطه كده، واهو النص القصير اهو والنص الطويل اهو. بعد كده ابتدي اعدل شويه الطرحه. ليه انا لبست بندانه سودا؟ عشان تديني ايحاء ان انا بشعري، ما بقاش بقى بقيت مداريه شعري ومتأزمه وهكذا. برضو النص القصير ده اهو، هي بتبقى مفروده كده، احنا ناخدوها بتانية شويه ونبتدي ندخلوها كده. يعني انا لو رجعت الطرحه كده لورا بصوا هتبقى كده سيكو. انا عارفه من الشكل دلوقتي هنعدلوه سوا، ولكن اهو. ونبتدي بالدبوس ان انا ايه اشبكها، وابتدي اريح شويه الطرحه واشد من هنا كده شويه واعدل. بقى تعدلي براحتك حسب ما الطرحه تبقى شكلها حلو في نظرك يعني. بصوا شكلها جميل جدا. ممكن بقى انتوا تشدوها من هنا، انا بحبها كده. كان في ميك اب ارتست انا بشوفها اسمها ايه عادل بتلفها اللفه دي، ولكن انا عايزه اعدل عليها بقى شويه. بصوا دي الاول اول شكل بقى بنفس اللفه اللي احنا لفيناها، نقوم بقى ايه جايبينها لورا كده، هيبقى برضو شكلها حلو قوي. طبعا تقدروا بقى انتوا تظبطوا دي براحتكم حسب ما تحبوها. انا بحبها لوز كده ان هي مدريه شعرنا كله شكلها حلو. اول وتاني لفه تعالوا بقى نفكوا نعملوا تالت لفه. تالت لفه دي هي معروفه جدا، ولكن احنا هنغيروا عليها شويه. يعني هي بنشوف طبعا انا نفسي كنت بلبسها او بلفها وبتبقى شعري باين قوي، فانا ما كنتش عايزه الصراحه ان انا البسها وشعري باين. فقلنا هنعمل ايه، هتبقى بنفس البندانه اللي انا وريتها لكم اهي، واهي نفس الطرحه. وهبتدي بقى ايه ان انا اجيب نص يعني تلت وتلت. يعني اللفه الاولانيه والتانيه كانوا عباره عن ناحيه صغيره خالص وناحيه طويله. لا ان احنا هنا هنعمله ايه، هنخلوا فيه تلت كبير شويه، يعني تلت وتلتين. فخلي اهو كده كده بقى عندي الكبير
وحته صغننه كده من الجنب. الحته الصغيره دي انا هسيبها مكانها كده اهو، وهبتدي بقى ان انا ايه اعدل كده البندانه، وابتدي ان انا اخد اي دبوس عندي واهو، واقوم مثبتها كده في الطرحه من ايه من قدام اهو كده، وابتدي بقى ان انا اخد ايه الطرحه كده واقوم راميه واقوم مظبطه. بصوا ليه بقى انا عملت كده، اخدت دي كده ورميتها كده عشان تداري رقبتي بقدر الممكن يعني. بصوا شكلها حلو برضو قوي. دي بقى انا بقيت بعتمدها وبقيت بنزل بيها خلاص، حسيت ان هي رايقه على وشي قوي. وكمان الطقم اللي انا لابساه ده انا لبسته مره ورحت بيه فرح وكانت شكلها تحفه قوي. دي هي لفه معروفه شويه، ولكن انا كنت بلبسها ببندانه مختلفه عن دي، فتعالوا برضو نلفوها بالطرحه وبالبندانه دي. بصوا انا هجيب الاتنين وهسيب البندانه زي ما هي، مش هحط لها دبوس، ارجعها كده ورا شويه، وبعد كده هاخد الجنبين اهو كده واقوم نازله بيهم كده شويه، وهقوم حاطه دبوس هنا، دبوس هقوم حاطه هنا، وهبتدي بقى الاتنين كده كده اصلا طول بعض، مفيش ولا واحده اطول من التانية، وهبتدي اخدها واسيبها كده كده، بتبقى شكلها جميل خالص وسهله كده وبدبوس واحد ومش خانقنا، شعرنا متداري وشكلها شيك قوي. لفه يعني مش سهله، هي سهله قوي قوي قوي. بصوا بقى اللفه الجايه، بصوا هنحط الاتنين يبقوا في طول بعض بالظبط، وهنبتدي ان احنا نسيبها كده شويه، وبصوا مش هنتنيها، هنسيبها بس ايه تبقى اخده الطول بتاع الوش كده. وهناخد دبوس وهبتدي بقى اخد الاتنين وارجعهم ورا واربطهم مع بعض. دي بقى اللفه دي انا بحسها للشغل شويه. بصوا مش ملاحظين ان احنا مش بنضيقه قوي الطرحه ومدين نفسنا كده جو، لان الدنيا دلوقتي بقت حر. بصوا من ورا شكلها لطيف. دي للناس اللي وشها تخين شويه، هتحجم شويه من التخن، هتخليه يعني بالطول شويه، شكلها جميل جدا وشيك. عارفين الناس اللي بتبقى بيزنس وومن في نفسها دي، اللفه دي هتبقى جميله قوي ليهم. بس كده الفيديو بتاع لفات الطرح خلص. اتمنى يبقوا الخمس او الست او السبع طرح اللي احنا لفيناه في الفيديو ده عجبكم. متنسوش تعملوا لايك حلو زيكم، وتنزلوا تقولوا لي في الكومنتات تحت ايه رايكم في اللفات، وهتلفوها ولا لا، وهتناسب وجوهكم ولا ايه. وقولوا لي تحت في الكومنتات مستنيني اعمل لكم ايه الفيديوهات الفتره الجايه، او اصورها لكم، او فيديوهات انتوا عايزيني اكلمكم عنها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه، وتتابعوني على الفيس وعلى الانستا وكمان على التيك توك. هتلاقوا الرابط بتاعهم او اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول كومنت مثبت. يلا باي باي.